اهلا بيك في فيديو جديد. وبما ان في ناس كتير جدا بتتابع افلام استوديو جيبلي او بتكون عايزه تتابع الافلام دي لكن مش عارفه تشوف انهي فيلم بالظبط، فعشان كده عملت الفيديو ده اللي هقول لك فيه افضل افلام من استوديو جيبلي حسب التصويت العالمي، يعني حسب تصويت ماي انمي ليست. فلو انت شفت مثلا فيلم من افلام استوديو جيبلي وعايز تشوف فيلم تاني وما تعرفش تشوف انهي فيلم، فالفيديو ده هيكون مفيد ليك. او لو ما شفتش اي فيلم من افلام استوديو جيبلي فالفيديو ده برضه هيفيدك. فمن غير اي تاخير خلينا نبدا بقائمه الافلام بتاعت النهارده، واللي هذكر فيها 5 افلام بس. لو حابب اعمل جزء تاني اقول فيه 5 تانيين او اقول افضل 10 افلام فقول لي تحت في التعليق، وما تنساش تعمل لايك لان ده بيدعمني نستمر. بس كده خلينا نبدا باول فيلم. اول فيلم معانا في القائمه وهو الفيلم الخامس، جارانا توتورو. طبعا انا غالبا بقول اسمه غلط، لكن الفيلم ده واحد من الافلام المشهوره جدا لاستوديو جيبلي، واللي بيتكلم عن 2 اخوات واللي راحوا بيت جديد عشان يعيشوا فيه، والبيت ده مكانه في الريف، ولكن هناك بيكتشفوا ان عندهم كائنات غريبه وغامضه اسمها توتورو. ومن هنا بقى تبدا المغامره بتاعت الفيلم ده. الفيلم ده يعتبر واحد من افضل افلام استوديو جيبلي ومشهور جدا، فلو ما شفتوش انصحك بيه. وخلينا نروح للمركز الرابع، والمركز الرابع هو فيلم انا بحبه شخصيا وكنت اقترحته قبل كده في القناه هنا، وهو فيلم قبر يراعاه، واحد من افضل الافلام اللي انا كنت شفتها. الفيلم ده انساني جدا، ممكن تعتبره بيوريك مآسي الحرب والنتائج بتاعتها في صوره فيلم. الفيلم ده واحد من الافلام الجميله والانسانيه جدا اللي انت ممكن تشوفها. لو ما شفتش الفيلم ده انصحك تشوفه، وده مثلا لو انت عايز تشوف ازاي الحرب بتاثر علينا ونتائج الحرب ايه بالظبط على البشر. ده واحد من الافلام الانسانيه الافلام الجميله اللي انا كنت شفتها واللي انصحك انك تشوفه بشكل كبير. وبس كده خلينا نروح للمركز الثالث. والمركز الثالث والفيلم الغني عن التعريف هو قلعة هاول المتحركة. قلعة هاول المتحركة يعتبر من أفضل أفلام استوديو جيبلي، وهو فيلم مشهور جدا واغلب الناس تابعوه في طفولتهم، فانت ممكن تكون شفت الفيلم ده في طفولتك لكنك مش فاكر. المهم ده فيلم جميل جدا، والفيلم ده ممتع جدا والقصة بتاعته جميلة واللي فيه سحر وحاجات كده جميلة، فلو انت تابعت الفيلم ده في طفولتك انصحك تشوفه مرة تانية. هو فيلم جميل ولطيف، لو مشفتوش انصحك بيه. خلينا نوقف كلام عنه هنا نروح للفيلم التاني. والفيلم الجاي هو واحد من الافلام الجميلة جدا لاستوديو جيبلي، وهو بيتكلم عن الاميرة مونونوكي. المهم ان ده واحد من الافلام الجميلة لاستوديو جيبلي واللي حصل على المركز التاني في افضل افلامهم، وده على حسب موقع ماي انمي ليست. القصة بتاعت الفيلم ده بتتكلم عن بنت اسمها سان، واللي بتحارب عشان تنقذ الغابة من التدهور والهجمات المستمرة على المخلوقات الروحية. والفيلم ده يعتبر واحد من الافلام الجميلة جدا والمشهورة لاستوديو جيبلي. الفيلم ده طبعا كان من اخراج ميازاكي يعتبر من مؤسسين استوديو جيبلي، واغلب الاعمال اللي كان بيتم الاشراف عليها منه كانت تعتبر من افضل الاعمال. فالفيلم ده انصحك بيه لو انت ما شفتوش. وبس كده خلينا نروح للمركز الاول، وهو الفيلم اللي أنا ما اعتقدش محتاج اقول اسمه، وهو فيلم المخطوفه. وهو واحد من الافلام الغنيه عن التعريف واللي غالبا اغلب الناس شافوا الفيلم ده. ممكن انا ما محتاجش حتى اقول القصه بتاعت الفيلم ده. الفيلم ده في المركز الاول، وده واحد من اشهر افلام استوديو جيبلي. ده طبعا لو ما كانش اشهر فيلم اصلا استوديو. الفيلم ده هو الفيلم الوحيد اللي كان خد على جائزه اوسكار وخد جوائز تانية كتير، ويعتبر واحد من افضل الافلام. فلو ما شفتش الفيلم ده انصحك جدا انك تشوفه. الفيلم بيتكلم عن شيهيرو اللي فجاه بتلاقي نفسها في عالم سحري مليء بالارواح والوحوش، وده القصه باختصار. الفيلم ممتع جدا وانصحك انك تشوفه، فلو ما شفتوش فانت فاتك كتير. وبس كده، هي دي القائمه اللي انا ذكرت فيها 5 افلام من استوديو جيبلي، 5 افلام كلهم يستحقوا المشاهده. فلو انت ما شفتش اي فيلم من الافلام دي انصحك جدا انك تشوفه، واي فيلم اصلا من استوديو جيبلي يستحق المشاهده. ولو ما تعرفش فانا كنت عملت قبل كده فيديو عن الاستوديو ده، استوديو جيبلي. في ناس بتقول اسمه بحرف الغين لكن هو في الحقيقه جيبلي لان ما فيش حرف غين اصلا في اللغه دي. المهم ان ده واحد من افضل الاستوديوهات، وانصحك انك تشوف الفيديو اللي انا كنت عملته عن الاستوديو ده. وبس كده، لو انت شفت اي فيلم تاني من الاستوديو ده وشايفه يستحق المشاهده بشده اكتبه تحت في التعليقات، يمكن حد تاني يشوف الفيلم ده او اعمل جزء تاني مثلا اذكر في الفيلم ده. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك عشان ده بيدعمني نستمر، وتشترك في القناه عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. بس كده اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.